اوقات كتير بتبقى عايز تقول لا بس مش عارف. ممكن توصلني يا باشا وانت رايح في طريقك؟ انت جاي معانا الفرح مش كده؟ لا دايت ايه، ما تكسفنيش اغرف لك تاني. ساعتها بتحس ان عليك ضغط نفسي، شعور بالاحراج والذنب، خايف على خاطره او حتى خايف انك تواجهه. فازاي تقول لا لما تبقى عايز تقول لا؟ بدل ما تلاقي نفسك بتاكل وانت مش عايز تاكل وبتروح وانت مش عايز تروح، تعال اقولك ازاي تقول لا بطرق بسيطة جدا. اول حاجة، اجل الرد. ما تخليش الطرف التاني يحسسك بالضغط او انك مضطر ترد عليه حالا دلوقتي. قول له اديني فرصة افكر، خلينا اخلص الطبق الاول واشوف هقدر اخد تاني ولا لا، او خلينا اشوف جدولي واقول لك هقدر اجي ولا لا، او بص في حاجة كده في ايدي هخلصها واكلمك تاني. اكسب وقت عشان تخفف الضغط فتعرف ترتب افكارك وتستجمع قوتك. تاني حاجة، قدم مبرر. لما تدي سبب واضح للرفض بتقلل الإحراج وتخلي ردك منطقي. لا مش هقدر أجي لأن الوقت ضيق، أو لأني تعبان، أو لأني مشغول، أو مش هقدر أسلفك الكتاب لأني عايزه، أو مش هقدر أوصلك لأنك ساكن في التجمع وأنا ساكن في زايد. ممكن كمان تحيل الرفض لحد تاني غيرك. تقطعش الطابور لأن الناس اللي ورايا كلهم واقفين مستنيين بقالهم كتير، أو الموضوع مش في إيدي وفلان هو اللي رافض، المدير مش هيوافق. مش هي دي الأصول يا أخي، اللوايح لا تسمح. فأنت مشكلتك مع اللوايح مش معايا. الموضوع ده مفيد حتى لو خدته في سكة الهزار، زي ان لو كلت تاني بطني هتفرقع واوديكوا في داهية، او مش هقدر اوصلك عشان بطاريتي خلصت، او الشبشب مرفوع في البيت، او العربية وراها اجتماع عند الميكانيكي. ساعتها الطرف التاني مش هيقدر يجادلك لانك لطفت الجو وخدت الاسباب في منطقة هزلية لا تخضع للنقاش اساسا. النقطة الثالثة، انك تبين التعاطف مع رغبات الطرف التاني. يعني قلبي معاك والله لكن ما اقدرش، عارف انك مضغوط في الشغل بس الحال من بعضه، او انا عارف انك ابو الاصول والكرم لكني شبعت والله. ومش لازم تقولها لا كده صريحه، ممكن تعبيرات مخففه زي مش هقدر، الوقت مش مناسب، او احاول بس ما اوعدكش. ولو انت بتقدر الشخص ده ممكن تقدم له بديل، يعني شفت حل تاني، كلمت فلان، هل ممكن اساعدك باي طريقه تانية، ولا اكلم لك حد يشوف لك الموضوع ده. الحاجات دي مفيده لو الشخص ده عزيز عليك ومش عايز تحسسه بالرفض بشكل شخصي. أنا عندي مبرر وفي صفك ومعاك ومهتم بيك وعايز أساعدك. طب لو عملت كل ده ولقيت الشخص لسه لحوح وزنان ومش فارق معاه وانت هتبتدي تضعف، تعمل ايه بالظبط؟ ساعتها خش على الاسطوانة المشروخة. والطريقة دي بسيطة جدا وفعالة جدا. فكرتها انك تكرر نفس الرد او الجملة بشكل هادي وثابت مهما حاول الشخص التاني يضغط عليك. يعني لو قالك انت جاي معانا الفرح مش كده، تقول له مش هقدر عشان مشغول والله. ازاي يا عم، ده فرح مهم وكلنا جايين. مش هقدر عشان مشغول والله. بس ده هيكون يوم حلو يا اخي لازم تكون معانا. مش هقدر عشان مشغول والله. طب حتى عشان العريس يا اخي هيزعل لو ما جيتش. مش هقدر عشان مشغول والله. طب نص ساعة بس تعالى كده بارك له وامشي. مش هقدر عشان مشغول والله. خلاص يا عم براحتك. والطريقة دي مش هتدرك فعاليتها إلا لما تجربها، وميزتها إنها مش هتضطرك تقنعه ويدخلك في حوارات وحواديت ويوجع دماغك. طب لو عملت كل اللي فات ده وما نفعش، خدني في سكتك بس يا باشا وانت رايح. ساعتها انت بصراحة محتاج تقولها له في وشه أو حتى تعيد النظر في علاقتك بالشخص ده أساسا. جرب الطرق دي وقول لنا إيه أكتر حاجة نفعت معاك. بس يا ريت تعمل لايك وشير وتتفاعل لو عايز المحتوى ده يستمر. بس لو مش عايز خلاص، ما انت اتعلمت اهو ازاي تقول لأ. أشوفكم على خير وفوتكم بعافية.